السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده هنفرز مع بعض الكرنب عشان طبعا دخول رمضان علينا، اللهم بلغنا رمضان. يبقى حاجه جاهزه جاهزه وموجوده عندنا، نطلع على طول ونحشي، نعمل احلى محشي. طبعا انا جبت 3 كرنبات. زي ما انتم شايفين كده قطعتهم بنفس التقطيعه دي، بحطهم كده في الاكياس او في علب عندك. زي ما هتشيليهم هتطلعيهم يتفكوا من التلج. وبعد كده من الفريزر يعني. وزي ما انتم شايفين الورقه بورقتها كده، وتحشي على طول طبعا على المقاس اللي انت حابه تعمليه. يلا نصلي على سيدنا محمد ونشوف هنعمل ازاي مع بعض الكرنب. انا هنا بقى جبت 3 كرنبات كده، هقطعهم زي ما انتم شايفين. بقطع، اشيل الحته اللي في النص دي، القلب ديت، واخد ورقه بورقه، اشوف اتجاه الورقه اللي هي يعني المفروض ان انا اشيلها مفتوحه. اشيلها واحده واحده كده بالراحه، علشان الورق بتاعي ما يتكسرش مني. بيبقى فيه ورق طري، ورق يعني ناشف سيكه كده، ان هو ممكن يتكسر يتقطع منك وانت بتشيليه. ما بحبش احط الكرومبه كلها مع بعض في الحله، ان ما عنديش حله كبيره تاخد الكرومبايه. فبحب اعمل ورقه بورقه، يعني باخد كده كم 5 ورقات او 6 ورقات، بحطهم مع بعض. بقلبها في الحله، هتشوفوا معايا واحنا بنسلقها دلوقتي. حاطه طبعا ميه على النار، وحطيت فيها شويه ملح ومعلقه سكر، عشان طبعا نحفظ بتبقى ماده حافظه. وحطيت ورقه لورا فيها. ببتدي ان انا احط بقى كده الورق بتاعي شويه كده، كام ورقه مع بعض، واحطها على العرق بتاعها اللي هو التخين ده الاول. وبعد كده لما تدبل معايا اقلبها الناحيه التانية واشيلها على طول، علشان تبقى الورقه معايا متماسكه. لان طبعا لما بنحط في الفريزر الحاجه بتدوب شويه، فلازم ما اسويهاش زي ما انا هعملها دلوقتي، ان انا هسويه دلوقتي. لا، انا بشيلها في الفريزر يعني عشان لما احتاجها الاقيها، وتبقى الورقه متماسكه، ما تبقاش مهريه. انا بقى عملت كل ال3 كرنبات، وبجيب كده الورق مع بعضه، مثلا 3 ورقات او 4 ورقات، يعني اعملهم كده مع بعض. وبعد كده اتنيهم نصين، واشيل العرق اللي هو التخين دوت. وبعد كده اقطع الكرنب بتاعي، واسوي بقى الطروف، ويبقى كده الورق بتاعي جاهز على الحشو. زي ما انتم شايفين كده، ممكن بقى تسيبيه نصين كده متني، ولما تيجي تحشي تقطعي. انا بحب اقطعه علشان تبقى كل ورقه والتانيه منفصله عن اختها. يبقى كده جاهز على طول، اسحب واحشي على طول. طبعا انا مقطعه التقطيعه ديت. انا بحب الصباع المحشي يبقى كله سوا واحد، مبقاش واحد كبير وواحد صغير. لا، انا بحب يبقى الصباع كده صغير معقول يعني، ويبقى كله قد بعضه. بجيب بقطع العرق زي ما انتم شايفين كده، واشيل الزيادات واتنيها بالنص، واشيل الطروف ديت كده. وبعد كده اقطعها حسب بقى الورقه، تاخد تقطعتين او 3 على حسب حجم الورقه. وزي ما انتم شايفين كده، بشيل الحته اللي في جنب كده الورق، بقطعها بالسكينه، حاجه بسيطه خالص، علشان تبقى الورق متفتحه، او انت تقطعيها بايديكي زي ما تحبي. بخلص كل الكميه بنفس الطريقه. اتمنى يا رب يكون كده وصل لكم المعلومه كويس. انا حبيت طبعا افرزه معاكم، تشوفوا طريقتي وانا بفرز الكرنب، وبقطعه ازاي وبسويه ازاي. انا على طول بعمله كده بنفس الطريقه، بيبقى سهل جدا عليا. بطلع الكيس او العلبه اللي انا شايله فيها الكرنب، يفك شويه، وبعد كده احشي على طول. بيبقى جاهز، ولا اقول لحد ناولني ولا اي حاجه. تبقى الورقه بورقتها كده جاهزه ومتسويه وكل حاجه. نفس الشكل دوت اعملوه، هيبقى سهل عليكم جدا وانتوا جايين تعملوا محشي. طبعا دخول رمضان بيبقى عايزين الحاجه تبقى جاهزه عندنا في الفريزر، نطلع على طول عشان ما نقفش كتير في المطبخ، الا على قد مثلا تخلصي الاكله وخلاص. مش لسه بقى هتسلقي وتقطعي، وكل بياخد وقت طبعا. هو طبعا يبقى جهاد عليكي. طبعا ظهري وجعني جدا في اليوم ده، بس الواحد بيتعب يوم، لكن بعد كده بيرتاح. بتبقى كل حاجه جاهزه. اي حاجه مفرزاها بتبقى جاهزه عندك. ما بتتعبيش فيها ولا حاجه، غير ان انت تقفي تعملي الاكل. طبعا الزيادات اللي انا بشيلها دي ما برميهاش. العروق بس التخينه هي دي اللي انا ما بقاش محتاجاها. في ناس بتبقى محتفظ بيها تحطها في ارضيه الحله. انا هنا هاخد التقطيع اللي انا قطعته، اللي هو الزيادات اللي هي الصغيره دي، اللي هنا بشيلها من الجوانب ديت، او الطروف دي بشيلها في كيس عندي. ولما اجي احشي باخد شويه من اللي اتقطع ده،
واحطه في ارضيه الحله، علشان يبقى بطانه كده للايه، بدل ما نستهلك بقى طماطم وبصل ونحطه في الوقت الحاجه غاليه جدا. مش هنحط بقى بصل وطماطم في ارضيه الحله، لا احنا بنحط ورق بتاع الكرنب تحت في الارضيه كده، يبقى حمايه للصوابع المحشي اللي احنا بنحشيها. انا كده قربت اخلص الكرنب بتاعي، قطعته كله، هقطعه 3 كرنبات. وبعد كده هجيب عندي اكياس هشيل فيها الكرنب. كده انا حاسه ان انا كده عملت، ارتحت بجد لما بعمل الكرنب في يوم كده واخلصه واشيله، ببقى فعلا مرتاحه. ما بيبقاش متعب عليا ان انا ابقى شايله الكرنب عندي جاهز في اي وقت احتاجه الاقيه موجود، مش لسه بقى هجيبه اسلق. زي ما انتم شايفين الورقه، ورقه بورقتها، شايفه شكلها عامل ازاي. بصوا انا كده خلصت كل الكميه بنفس الشكل دوت. بحطهم كده قدامي على البلانشة علشان بقى اجيب الاكياس واحط فيها. عندي اكياس كده تبقى محكمة الغلق وتخرج منها كل الهواء، علشان اهو بصوا العلبة دي فيها الاكياس بتتفتح كده، فيها كده زي عامله زي سوسته كده، بتشديها وبتفتحي الكيس، وبعد كده تقفلي الكيس، تفضي منه الهواء وتقفليه زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انا بعمله دوت. هرص كده ايه، احتاج على قد الكيس واضغط بايديا عشان اسيب كده فتحه من الكيس صغيره عشان اخرج الهواء، وبعد كده اقفل الكيس بتاعي. هشيله بنفس الشكل ده. طبعا اللي لسه داخل اول مره القناه بتاعتي ينورني. اتمنى لو الفيديو عجبكم تاخدوا كده جوله في القناه، وان شاء الله الفيديوهات تعجبكم وتنال رضاكم. تعملوا لايك للفيديو وشير لاصدقائكم عشان الفايده تعم على الجميع، واي حد ياخد معلومه او فكره او يتعلم ببناته اللي هي لسه صغيره مقبله على الزواج، يتعلموا ازاي ممكن لو عايزين يفرزوا بقى كرومب. ان شاء الله نعمل مع بعض. اتاخرت عليكم في تفريزات، كنت تعبانه، بس ادعوا لي كده دعوه منكم حلوه. اللي هقدر عليه هعمله معاكم قبل دخول رمضان ان شاء الله، افرزه معاكم. الكرنب طبعا كده انا كده خلصته. كده انا خلصت كده الكرنب. فاضل طبعا كيسين كده بس معايا، هحطهم في الكيس برضو وافتح فتحه كده، يعني ما اقفلش الكيس مره واحده زي ما قلت لكم، واخرج الهواء وبعد كده اقفل على الكيس. ده الكياس دي حلوه جدا ان انت تشيلي فيها وتبقى كلها فوق بعضها كده، ما تاخدش مساحه عندك في الفريزر. واتمنى يا رب يكونش ضيفه تقيله عليكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بقى في دعوه حلوه منكم، وتعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس للكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد من عندي. كنت معاكم سولا. طبعا كلامي ده للبنوتات اللي لسه حابه ان هي تقف في المطبخ تساعد مامتها او تتعلم او مقبله على الزواج. يبقى انا كده قدرت اوصل لكم المعلومه اللي انا عايزه اوصلها لكم، ازاي نحفظ الكرنب في الفريزر. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف